من زمان جدا ولحد دلوقتي فضل الحب شاغل بال الناس في كل زمان ومكان. العلاقة دي اللي ربطت ما بين الرجل والمرأة، وحاول الإنسان إن هو يعبر عنها بكلمات، سواء في الشعر أو النثر أو بالأدب أو عن طريق إن هو يعبر عنها في الأغاني، علشان يقدر يوصل جزء من اللي في قلبه تجاه من امتلك قلبه، سواء في لحظات الهنا أو الصفا مع الحبيب أو لحظات الجرح أو حتى لحظات الفراق. فعلى سبيل المثال هنلاقي روميو العاشق الأشهر في ولاية ويليام شكسبير بيقول لابن عمه في تعريف بسيط للحب من وجهة نظره: فما الحب إلا دخان من الزفرات السخينة، إذا من جلى صار نارا توهج في مقل العاشقين، وإن عاقه عائق صار بحرا يغذيه دمع من الهائمين، وما هو أيضا جنون به حكمة بالغة، مراراته إن تكن خانقة فإن حلاوته منجية. أما دلوقتي فإحنا هنرجع بالزمن لورا لعند المصري القديم، هنشوف مجموعة اشتهرت باسم أغاني الحب، سجل فيها مجموعة من القصائد اللي عبر بيها عن حبه وعن أشواقه. قبل لما نروح لأغاني الحب أو أغاني الغزل، عندنا 3 ملحوظات حابة إن أنا أقولها لكم. أول ملحوظة خالص، البرديات دي موجودة فين، أو إحنا جبنا أغاني الغزل منين؟ أول حاجة هنلاقيها متسجلة، عندنا أغاني الغزل دي متسجلة على أستراقة موجودة في المتحف المصري. أستراقة دي اللي هي شقفة أو كسرة من الفخار أو الحجر، بنقول عليها أستراقة، وكان مصر القديم بياخدها وبيكتب عليها. فعندنا آنية من الفخار متجمعة من 31 قطعة وموجودة دلوقتي في المتحف المصري بالقاهرة. تاني مكان جبنا منه أغاني الغزل دي هي بردية موجودة في متحف تورين بإيطاليا. بعد كده عندنا برديتين موجودين في المتحف البريطاني، اللي هو بردية تشستر بيتي وبردية هارس 500. شستر بيتي وبردية هارس 500 دي مش أسماء مصرية قديمة، دي أسماء الخواجات اللي كان معاهم البردية. يبقى الخواجات الأجانب اللي كان معاهم البردية دي، وبعد كده قدر المتحف البريطاني إنه يحصل على البرديات دي، اللي هو ألفريد شستر بيتي. أدي أول بردية اللي هي بردية شستر بيتي، وتاني حاجة اللي هو أنتوني تشارلز هاريس اللي هي بردية هاريس 500. يبقى كده عرفنا نوصل لأغاني الحب أو أغاني الغزل دي أو الحب كانت متسجلة على أستراقة في المتحف المصري، وبردية متحف تورين بإيطاليا، والبرديتين اللي موجودين في المتحف البريطاني اللي هي بردية شستر بيتي وبردية هاريس 500. تاني ملحوظة بقى هنقولها ان احنا هنلاقيه كتير قوي في القصايد دي او في اغاني الحب بينادي على الذهبية، او هي بتتضرع وبتتوسل الى الذهبية. طيب مين الذهبية؟ الذهبية دي هو لقب من القاب الالهة المعبودة حتحور اللي هي الهة الحب والجمال والموسيقى عند المصري القديم، كان بيتضرع لها وبيتوسل اليها عشان تجعل الحبيب او المحبوبة من نصيبه. طيب تالت ملحوظة بقى والاخيرة، ان احنا هنلاقيها في القصيدة دي بيقول لها يا اختي، بيخاطب حبيبته يقول لها يا اختي، وهي بتخاطبه بتقول له يا اخي. يا اخي ويا اختي دي كانت مجرد كلمه معنويه، كانه بالظبط بيقول لها مثلا يا توأم روحي، لكن ما كانتش معناها ان هي اخته فعلا او ان هو اخوها. وهنلاقي برضو ان المصري القديم كان بيقول لزوجته من ضمن الالقاب للزوجه سند اللي هي الاخت. معنى كده ان هي كانت اخته؟ لا، لان احنا ما وصلناش من مصر القديمه خالص ان كان ما بين عامه الناس في زواج ما بين الاخوه او الاخوات الاشقاء. ده ما كانش موجود خالص في مصر القديمة. ما كانش فيه غير حالات نادرة جدا وصلت لنا على بردية في العصر البطلمي ان كان في زواج ما بين الاخوة غير الاشقاء، كانوا مشتركين من الاب لكن الام كانت مختلفة. لكن طوال العصور المصرية القديمة ما كانش فيه زواج ابدا ما بين الإخوة والأخوات الأشقاء، ما بين عامة الناس أو عامة الشعب. يبقى نستنتج من كده إن هي كانت كلمة معنوية، كأنه بيقول لها بالظبط يا توأم روحي، هو بيقول لها يا أختي وهي بتقول له يا أخي. وده كانت الكلمة السائدة جدا لوصف الحبيب أو لمناداة الحبيب، يا أخي ويا أختي. وعلى فكرة يا أخي ويا أختي كلمة شائعة جدا وسط المصريين لحد دلوقتي، ما زلنا بنقول كلمة يا أخويا ويا أختي، وبنسمعها في الأفلام. هو مثلا يقول لها يا أختي وهي بتبقى مراته، يقول لها يا أختي امسكي ايدك في المصاريف شويه، وهي تقول له يا اخويا قال يعني بتديني اللي ما فيش راجل بيديه. وطبعا ده بيدل على مدى العمق والترابط ما بين افراد الاسره المصريه. ويلا بينا دلوقتي نشوف القصايد مع بعض. دلوقتي بقى هنشوف مع بعض اول قصيدة خالص، وهي قصيدة لفتاة. بتقول في القصيدة دي: ان قلبي يخفق سريعا عندما اذكر حبي لك، ولا يجعلني اسير كبني الانسان، انه ينتفض في مكانه. لقد اصبحت لا اعرف كيف ارتدي ملابسي، ولا اضع الكحل في عيني، ولا اتعطر ابدا. لا تنتظري بل عودي الى البيت،
هكذا يحدثني قلبي كلما ذكرته. لا تلعب دور المجنون يا قلبي، لماذا تلعب دور الرجل المخبول؟ اهدأ إلى أن يأتي لك الأخ، ولا تجعل القوم يقولون عني إنها امرأة ذهب الحب بعقلها. الحب بهدلة. القصيدة دي بقى على لسان شاب واضح ان حبيبته هجرته او خصمته، فهنلاقيه بيقول له: لقد أتممت أمس أياما 7 منذ أن رأيت أختي، وقد ألم بي المرض وأصبحت أعضاء جسمي ثقيلة ولا أحس بجسدي، فإذا ما عادني الأطباء فإن قلبي لا يطمئنني إلى علاجهم، وليس للسحرة حيلة معي لأن دائي لا يتضح لهم، ولكن من ذكرتها هي وحدها التي تستطيع أن تعيد إلي الحياة. إن اسمها هو الذي يستطيع أن يشفيني، ومجيء وذهاب رسلها هو الذي يستطيع أن ينعش قلبي. إن أختي لي خير من أي دواء، وهي لي أهم من جميع كتب العلاج. إن صحتي تتوقف على مجيئها إلي، إن صحتي تتوقف على مجيئها إلي، وعندما أراها تلبسني العافية، فإذا ما نظرت إلي بعينيها يستعيد جسمي قوته، وإذا ما تحدثت إلي أستعيد عافيتي، وإذا ما قبلتها يبتعد عني كل شر. ولكن ها هي قد غابت عني 7 أيام. مش قلتلكوا الحب بهدلة؟ القصيدة دي بقى برضو على لسان فتاة، هنلاقيها بتقول إيه: إني أنظر إلى الفطير الحلو ولكن مذاقه مثل الملح، ونبيذ الرمان الذي كان له طعم حلو في فمي أجده مرا كمرارة أجباد الطير. إن أنفاسك وحدها هي التي تجعل قلبي يعيش، وحتى أحظى بقربك فأنا أدعو آمون الإله الطيب أن يمنحني إياك إلى أبد الآبدين. يا أجمل إنسان، إن كل ما أريده هو أن أحبك كزوجتك في بيتك، وأن تطوي ذراعي على ذراعك، ولكنك أدرت عني حبك. أناشد قلبي: لو هجرني حبيبي الليلة سأكون كمثل من طواه القبر، ألست أنت العافية والصحة؟ أظل على باب داري أنظر، هل يأتي حبيبي إلي؟ هل يأتي حبيبي إلي؟ عيناي على الطريق وأذناي تسمع. حب أخي لي هو همي الوحيد، وقلبي معه لا يهدأ. ها هو يبعث لي رسولا يجيء ويمضي ليقول: أصابني مكروه. قل إنك وجدت حبيبة أخرى. لماذا تجعل قلب امرأة أخرى يتألم وأموت أنا؟ القصيدة دي بقى على لسان شاب، ونقدر نقول عليها ان هي قصيدة غزل وغزل صريح. فبيقول: وددت لو كنت عبدها النوبي الذي يحمي خطاها، حينها سأرى لون كل جسدها. وددت لو كنت من يغسل ثيابها ولو لشهر واحد، وأنتشي بغسل ثيابها، وأكون قريبا من بدنها، وأغسل عنها عطر الراطنج، وأمسح بدني بثيابها. وددت لو كنت خاتمها الذي يحمي أصابعها، حينها أرى رغباتها كل يوم. وددت لو كنت مرآتك حتى تنظري إلي دوما. وددت لو كنت ثوبك حتى ترتديني دوما. وددت لو كنت الماء الذي تغسلين به بدنك. يا حبيبتي، وددت لو كنت عطر الراطنج حتى تدهني به جسدك. وددت لو كنت حزاما على خصرك وحبات عقد حول عنقك. وددت لو كنت نعلا حتى تخطين علي. القصيدة اللي بعد كده هي قصيدة لفتاة شافت حبيبها اللي اسمه ميحي راكب على العربة اللي بيجرها الخيل ومعه رفقائه وأصدقائه، ومن الكلام كده بيوحي ان هو من طبقة النبلاء او الامراء، وان هي من عامة الشعب، وان هي خايفة ان هي تصارحه بحقيقتها، بحقيقة مشاعرها من ناحيته، لا يبصلها نظرة رخيصة او نظرة تقلل من قيمتها، ويفكر ان هي ما تليقش بيه ويدوب تليق بواحد بس من أتباعه. فبتقول لنا: لقد شاهدت ميحي راكبا على الطريق يرافقه الشباب القوي، فلم أعرف كيف أتوارى من لقائه. هل أمر من أمامه؟ إن الطريق أصبح كالنهر، ولم أعد أعرف أين تطأ قدمي. لقد ضاع صوابك يا قلبي، لماذا تهرب من أمام ميحي؟ انظر، لو مررت أمامه سأبوح له بكل شيء، سأقول له أنا ملكك، ولكنه سيتباهى باسمي وسيهبني محظية لأول مقبل عليه من أتباعه. يعني معنى الكلام كده إن هو سيظن إنها صريعة هواه، وإنها ككل الأخريات لا تليق إلا بواحد من أتباعه.
هنشوف بقى في القصيدة دي وهي على لسان فتاة أهلها تقريبا ضاغطين عليها علشان تهجر حبيبها، فهنلاقيها بتقول: لن أتركه أبدا، لن أتركه أبدا حتى لو ضربوني أو حكموا علي بقضاء يوم في المستنقع، أو طردوني حتى سوريا بالهروات، أو حتى النوبة بجريد النخيل، أو حتى الصحراء بالعصا، لو طردوني حتى ساحل البوص لن أحقق ما يطلبون ولن أهجر حبيبي. القصيدة دي وهي على لسان فتاة بتقول له: إن سماع صوتك يسكرني كالخمر، فأنا أحيا لإني أسمعه، إن رؤيتك وحدها خير لي من الأكل والشراب. هنشوف بقى في القصيدة دي لفتى برضه هو بيتغزل في حبيبته، فبيقول: حبيبتي درة فريدة لا مثيل لها في حسنها، هي أكثر جمالا من كل النساء، إنها كنجمة الزهراء عندما تشرق في بداية عام سعيد، ضياؤها ساطع وجلدها منير، جميلة العينين عندما تنظر، حلوة الشفتين عندما تفتحهما لتتحدث، لا تنبس بكلمة لا حاجة لها، طويلة العنق وجميلة الصدر، شعرها أسود لامع، ذراعها يفوق الذهب في طلاوته، أما أصابعها فمثل براعم اللوتس، نحيلة الخصر ينبئ ساقاها عن جمالها، ما أرشق قدها عندما تسير، لقد صلبت قلبي مع قبلتها، إنها تجعل أعناق الرجال تنساني مستديرة نحوها عند رؤيتها، ما أسعد الذي يقبل فمها، فإنها يصبح أقوى من أي شاب آخر. هنشوف القصيدة دي برضو هي على لسان فتاة، هي مرت من قدام باب البيت بتاع حبيبها، زي أغنية كده عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب، وهنشوف بقى إيه اللي حصل لما مرت من قدام بيته، أو هي بتقول إيه. بتقول: لقد مررت بجوار بيته، وجدت بابه مفتوحا، ورأيت أخي بجانب والدته ومعه أخواته وأخواته، حبه يأسر قلب كل من يمشي على الطريق، إنه شاب ممتاز منقطع النظير، محبوب وآية في الفضيلة، ولقد نظر إلي حينما مررت، فكان الفرح لي وحدي، ما أعظم طرب قلبي بالفرح، لو كانت والدتك قد عرفت قلبي لطورت في البيت في الحال، يا أيتها الذهبية ضعي ذلك في قلبها، حينئذ سأسرع إلى أخي وأقبله أمام رفقائه، ولن أخجل من ذلك أمام أحد، بل سأفرح إذا سمعت الناس يقولون إنك تعرفني، وسأقيم وليمة لإلهتي، قلبي يرتعد ويكاد يفر من صدري، ستجعل ربتي أخي ينظر إلي الليلة، فما أسعد ذلك لو حدث. القصيدة دي برضو المقطوعة دي على لسان شاب بيقول إيه بقى: الإساءة التي حاقتها بي الأخت، هل سأظل صامتا من أجل خاطرها؟ فقد جعلتني أنتظر على باب بيتها على حين إنها طورت في داخله، وبقيت وحيدا طوال الليل. طبعا دي قصيدة صغيرة، هو بيشتكي ان هي سابته واقف على الباب ودخلت جوه تقريبا وما فتحتلوش خالص، وفضل هو لوحده طول الليل، واحنا طبعا نستنتج ان هو اكيد عمل حاجة علشان كده لطعته قدام الباب. القصيدة دي برضو هي على لسان فتاة بتحب واحد جارهم، ونفسها قوي ان هو يجي يعني ويطلب ايديها، فبتقول ايه: ان اخي يوجع قلبي بصوته، وقد جعل المرض يتملك مني، هو جار بيت امي، ومع ذلك ليس في استطاعتي ان اذهب اليه، تحسن امي حين تقول له: لا تحاول ان تراها بعد الان، لان قلبي يتوجع عندما اتذكره، استحوذ هواه على قلبي، وها هو قد فقد كل رشده، وأنا أيضا مثله قد فقدت كل عقلي، إنه لا يعرف مقدار شغفي لتقبيله، وإلا كان قد أرسل رسوله إلى أمي. يا أخي، إني مصيري لك، وقد قضت بذلك الذهبية بين النساء، تعال إلي حتى أشاهد جمالك، سيفرح أبي وأمي، وسيفرح بك كل الناس، وسيسرون بك أيها الحبيب. بكده تكون انتهت رحلتنا النهاردة مع أغاني العشق في مصر القديمة. لو عجبك الفيديو اوعى تنسى تدوس لايك وتشترك في القناة، وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك حبة إيجيبتولوجي ليصلكم كل جديد. كانت معكم سالي أحمد، حافظوا على آثاركم تحموا تاريخكم، بتمنى لكم هيرو نفر.